علي واضح انه مركز انت بالاكل، حفظناك. بالنسبه للاكل عجبتني، لكن يعني بيها ملاحظات. اللحم مستوي، اوكي. اكو ملح زياده، حسيت بموضوع اللحم. قل لي في اي طبق بالضبط؟ هاي في الرز، في لا القليه تجي مالحه. اي يعني انا ما اعرف ليش. هسه احنا حكينا بهذا الموضوع. لانه اللحم كما قلت يجي كله بهارات وملح، يعني بس حبيت نفسر يجي هيك. هنا هذه اللي هي هذه ما اعرف هذيك الطاجين، هذيك نسميها طاجين احنا في تونس. اي هذه جيده، يعني ما عندي تعقيب عليها. الرز والمكسرات وهذه رغم اول مره اجرب هيك يعني، لكن حبيت. صح، وعاشت ايدك. صح، خلوني اكمل. انا نعطي رايي. طاجين عجبني. القلايه كما قال لك مالحه بصح يعني تفوت. الرز فيه نكهه برك ما عجبتنيش، نكهه تاع عفسه، كلي نكهه تاع انت درتي له الدجاج هنا، نكهه تاع شحم، نكهه تاع ما فيش نوع ما فيهوش من هذا يطيب في الزبده. انا هذه الطاجين الاخرى عجبوني، نكهه الزبده جيت قويه. هو يطيب في الزبده، المكسرات تتقلى في الزبده، والروز كيف يطيب في الزبده. ممكن الحاجه هذه لا الروز كون ما درتيش في الزبده كان راح يعجبني. طاجين روعه كليته من قبل وعاودت كليته عندك. وهذه ثاني مليحه. اما الروز ما عجبنيش، الريحه تاع الاخر قهوه، ريحه الزبده في الماكله. ما قدرتش نصرد، ما قدرش يفوت. بصح هذا وهذا ما شاء الله ريحه الزبده. انا شميتها بس قلت ممكن ان تكون بهارات، ما اعرف للامانه يعني. المهم شكرا شكرا على رايك. ايناس، ندمتي انك اكلتي بسرعه ولا واضح من الصحن انك مستمتعه؟ ايناس راح تنتقم ولا مني. ناخذ راي ناخذ راي براء وبعدين نرجع لك. يا ريت. براء، واضح انت كمان خلصت الصحن. عم تحكوا معي؟ انا مشغول والله يعني. مشغول بالاكل؟ في داعي احكي؟ اكيد، ما نحن قاعدين هلا انا اول ما اجى الطبق شفت بيض، هيك بيا معي بيض بالاول. احنا مو متعودين على العشاء ناكل انه بيض، بس لما جربت لا هو يعني صح في بيض بس طريقه مختلفه ولذيذه صراحه. هو الطاجين هو الطاجين هذا هو الطاجين. ما تنجمش تطيبه من دون بيض، معناتها القوام تاعو ما يتلموا. احنا خاطر نحطوه في الفرن يعني باش تحطوا. لا انا بحكي عن موضوع التعويض. مو متعودين بالعشاء يكون مع وجبه رئيسيه يكون في بيض. بس لاني انا بحب جرب دائما الشيء الجديد، ودائما بحب كل بلد جرب اكله. كانت رائعه يعني. مو مثل ما انا توقعت انه يكون في بيض، في زنخه البيض او كذا، لا ابدا ما في. اللحم مستوي جدا، مستوي بطريقه جيده يعني. والرز كله طيب والله الصراحه يعني. حاولت كمان نكوشت هون وهون لاقي مشكله، مع الاسف ما عم لاقي. مع انه انت كنت عم بتدور على هيدا الشيء. اكيد لازم ادور، مصلحتي اني ادور لاقي لها اخطاء. لسه في عندي امل بالطبق الاخير، بس حتى اكون منصف لهلا ما لقيت. سلم ايديك صراحه. عايش، شكرا. بالوقت اللي عطى فيه براء رايه، ايناس خلصت صحنها وصار فيها تعطينا رايها. مو يعني اذا اكلت ما عندي كومنتات. اي عادي. اول شيء لازم اول شيء الرز روعه، طاجين خامه، يعني ما في ولا اي تعليق. انا كم حلقه صار؟ 9 حلقات. اول مره بشبع والله، اول مره باكل وانا الحمد لله انا شبعانه مبسوطه. جد سلم انا انصحك بكره لا تاكلي. لما بتكونوا جاهزين للطبق اللي بعده اللي هو عصيده الفستق، التحليه، خبرونا حتى ننزل الصحن. انا جاهزه. اوكي، كملي. صح عليكم. الله يسلمك. عاشت ايدك والله. صح. الفستق اللي هو الفستق الاخضر مش الحلبي السوداني. لا ما نستعملوش هذيك، تحط شاي. انا بتحسس شوي منه، فلذلك بحاول ابتعد.
في مثل عنا قال اعطي الخباز خبزه ولو اكل نصه. انا بقول لهم لو اكل 3/4 اعطوا، لانه لما حدا بيكون بروفيشنال عم يشتغل شغله بيستحق، بيريح لك بالك. وهذا الشيء يمكن اكثر شيء بيصير بالطبخ، مثلا فله قالت على موضوع الزبده. سنة طرحت انه الموضوع حتى الزبده اذا بتغير نوعها تغير نوعها يتنوع الذوق وتنوع كل الاكله كامل تتنوع.